والجيش هيستولى عليها مكان ما تتم. ايوه بس اللي انت عايز نعرفه ده صعب قوي. العملية دي هتتم فجر يوم الانتخابات. دي المعلومة اللي عندي واللي انت هتأكدها لي. شفت جعفر لئيم قد ايه، وضامن انه هينجح في الانتخابات وان الحكومة هتكون مشغولة في اليوم ده. في العمليات اللي زي دي الاتصال بيكون مباشر ما بين الرجل الكبير اللي هو هيكون جعفر وما بين رجالته. يعني يبلغهم التعليمات أول بأول، ولو حصلت مشكلة يتصرفوا كيف. بناء على المعلومات اللي انت هتبلغهاني وخصوصا مكان التسليم هتحصل المفاجأة اللي هتربك رجالة جعفر وتسهل مهمتنا. خبر موت جعفر هيوصلهم وهم في نص الطريق. موت جعفر؟ وهتنفذه بطريقة بسيطة وسهلة قوي. بسيطة وسهلة كيف يعني؟ أقول لك كيف. النفس يا شفيق لما تبيعني انا واهلك وناسك تبيعني بتمن يستاهل، مش بواحده ما تسواش. انا عمري ما فكرت ابيعكم يا ابوي. انا كنت هرجع في الوقت المناسب واحكي لك على كل حاجه. انت ما رجعتش غير لما ضاعت منك وما لقيتهاش قدامك. انا غلطان، مستعد استحمل كل اللي هيجرالي، بس هي ما تستحملش. دي بنت غلبانه ما ذنبهاش حاجه. انا عملت كل اللي عملته ده في لحظه جنان، ما حسبتش اي حاجه. زين قوي انك معترف بغلطتك اللي ما صلحهاش غير حاجه واحده بس، ورقه طلاق تبعتها لحبيبه القلب. بعدها ممكن افكر اسامحك ولا لا. ايوه. اطلقها كيف يا ابوي؟ بقول لك هنادي مخطوفه، طلعت وملهاش اثر. بعت لها ورقه طلاقها على عنوانها في مصر، كمان قرشين تمشي حالها بيهم. اعتر عليها في الاول يا ابوي، اشوفها وبعدين ارمي عليها يمين الطلاق. اسمع اخر حديث عندي يا واد، لو حصل واعترت على بنت المحروق دي مش هتشوفها واصل. فهمني يا ابوي، دي مرتي، لازم اشوفها عشان اطلقها. يبقى هوصي اللي هيدور عليها اقول له خلص عليها. لو ما عرفتش اعمل منك راجل في الكام شهر الجايين دول مالكش عازة عندي، مفهوم؟ خلاص يا ولدي، نويت. معهد المركب جرب يا حق يا طلعت، طول عمرك يا ولدي ما بتحبش لبس الافرنجي. والله هو خنجامه، بس لزوم الشغل. أجانب ورحلة على مركب ما ينفعش معهم الجلابية. مش عايزة حاجة؟ طيب لو عوزتي حاجة عبد السلام موجود، شاوريله بس. وعم بشير كمان موجود. ما فيش حد في الدنيا يملى مكانك عندي.
عايزك تدعيلي. ده عيالك يا طلعت. روح يا ولدي، ربنا يسلم طريقك. ألف سلامة يا طلعت. خد بالك من نفسك يا طلعت، خد بالك من نفسك يا ولدي. مع السلامة. بالسلامة يا طلعت. بالسلامة يا ولدي. أنا مش عارفة إيه المناحة اللي أنتِ عاملاها لنا دي، كل ده علشان شهرين 3؟ غصب عني. حكاية السفر دي خلتني أتأكد إن مهزته في قلبي كبيرة قوي. ما أنتِ كمان عزيزة عليه قوي، ده مديكي 10,000 جنيه بحالهم، غير ما شاء الله دي تساوي لها يجي 2000 جنيه وأكتر. الظاهر يا شامة إن السفرية دي هتبقى وش السعد عليه. ما هو بيحاول يفهمني كده، بس أنا مش عارفة ليه قلبي مقبوض. أصلك وش فقر، واحدة غيرك تنزل تتفسح، تشتري كام طقم جديد، تفكي عن نفسك بالقرشين اللي سايبهم لك. لا يما لا، 10,000 جنيه دول أنا هحوشهم له، يمكن يحتاجهم لما يجي. اشحالي ما كانش قايل لك اصرفيهم وجيبي اللي انت عايزاه. الراجل عايزك تفرفشي وتعيشي يومين حلوين وهو مسافر وانت غاويه نكد. انا هسيبك واطلع اتفرج على المسلسل، اقعدي انت يا اختي امسحي في دموعك لحد ما عينيكي تدبل. خلاص يا نجوى، بقيت انت وبنتك تويتوا اسراركم مع بعض. سي طلعت مكفي بنتك ومكفيكي، وانا خلاص حلقتيلي. وانا اقدر احلق لك يا جملي؟ ما انت عارف. امال ايه، ما انتيش بتحكي لي حاجه زي الاول ليه؟ بسمع بس كده بالصدفه وانا معدي مثلا كده من قدام الاوضه، بسمعكم انتوا بتتكلموا. ايه حكايه ال 10,000 جنيه وحكايه السفر دي؟ ابدا، دي فلوس مديالها خطيبها من يجي 10 ايام، اصله مسافر النهارده. 10 ايام وانت مكتمه كده يا نجوى؟ اقصع. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي احكي لي بقى حكايه السفر ايه وال 10,000 جنيه. اشوف وشك بخير يا شوقي بيه. اوعى تنسى حاجة يا طلعت، كل التفاصيل اللي قلتها لك مهما كانت صغيرة في غاية الأهمية. طمن يا شوقي بيه، كل اللي اتفقنا عليه متسجل في شريط في دماغي، عمري ما انساه. إياك تنسى عهدي معك، ما تقتلش جعفر قبل يوم الانتخابات. توصل للفندق وتاخد الأوضة اللي المفروض إنك حاجزها لنفسك، اللي هتكون مركز لتحركاتك. فعلا يا فندم، في حجز غرفة باسم حضرتك، وحضرتك طالب وقت طويل، يا ترى قد إيه؟ مش عارف، انا جاي في شغل يعني مبدئيا نقول شهر شهرين، ممكن يزيد. إن شاء الله حضرتك تقضي وقت ممتع معانا. تسمح لي بالبطاقة؟ اتفضل. ممكن حضرتك هتملى لي البيانات دي؟ أستاذ سعد، أستاذ سعد، ممكن حضرتك بس هتملى لي البيانات دي من فضلك؟ انا استريحت شويه. الله يهمك يا فندم.
متشكرين يا واد عمي. شنطتك ما يكونش فيها حاجة غير خلقاتك. والشنطة الصغيرة فيها اللابتوب وأوراقك الخاصة بشغل الصحافة وشوية أقلام فيهم قلم تحافظ عليه كيف عينيك، لأن بضغطة واحدة عليه هينزل نقطتين مالهمش طعم ولا ريحة، ومشروب سيادة النايب اليوم الموعود. محفظتك كمان ما يكونش فيها حاجة غير كرنيه النجابة وفلوسك وبطاقتك اللي زورناها بطريقة لا يمكن يكشفها الجن الأزرق. أول 10 أيام هنهملك تتحرك بكل حريتك، تروح إسنا والبلاد اللي حواليها، تعمل لقاءات في الشوارع ومع الأهالي، تسألهم عن رأيهم في المرشحين بس تطلع رأي يعني. طبعا ده هيهم جعفر جدا وهنفضل بعيد عنك، ممنوع أي اتصالات بينا، واحنا كمان مش هنراقبوك لضمان سلامتك وعدم ارتباكك، الا لو احتجت تكلمني لسبب ما ينفعش يتأجل. ساعتها هتتصل على نمرة 01010 5 7. نمرة سهلة ما تسجلهاش على الموبايل، تحفظها جوا دماغك. بعد ما تعدي الفترة الأولانية هتبتدي تتصل بينا بمنتهى الحرص، وعلى خطوط هنغير نمرتها كل يوم، النمرة الجديدة هتوصلك في آخر كل مكالمة. سيادتك حريص قوي في موضوع الاتصالات دي. أيوة، التلفون المحمول كان سبب في ضياع إنسان عزيز علي. مكالمة تلفون ضيعت شغل تعبت فيه 2 بحالهم. المهم بعد الفترة الأولانية هيظهروا رجالتنا حواليك، هتحاول تسهل لهم مهمات محددة أبلغك بيها. وبعدين في الشغلانة دي كل اللفة دي بتصب في مصلحة شوقي في الأساس. ما كانش ممكن أخلص من الحكاية دي بضربة واحدة أول ما أشوف الند دي. أيوه، هو ده اللي لازم أعمله. حسابي يا واد عمي. وبعدين معاك يا طلعت، هنعيده تاني ولا ايه؟ خليك مركز في اللي انت داخل عليه، ما تشتتش عقلك وتخليه يودي ويجيب. انت وعد شوقي بيه ولازم توفي بالوعد. حساب يا فندم. على بركة الله.
قول لي نروح اسنا كيف؟ مفيش حاجه بتودي اسنا يا فندم غير الميكروباص اللي بنفر. ده الاقيه فين؟ في الموقف يا فندم. طب يا سيدي شكرا. متشكرين. يا ابوي، اليوم اللي كنت بتمناه من زمان، ارجع البلد والف في حواريها وغطامها واشم ريحة ترابها. هيحصل يا ابوي. كان نفسي اول حاجة اعملها اروح على تربتك واقعد قدامها على قد ما اقدر، بس ما قدرش. بعد اليوم الموعود، يوم الانتخابات هيكون آخر يوم هتزيد تقنعني يوم الانتخابات هيكون آخر يوم. يا فندم انا حذرت قبل كده. ما انا قلت سعادتك ان التواجد الامني في الطريق ده ضعيف جدا. ايوه ما هو ده اللي ادى فرصه سواق العربيه النقل انه يهرب في عز الظهر. طبعا يا فندم شيء خطير جدا. حاضر حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك يا فندم. مع السلامه. معلش انا مضطر انهي معاكم الاجتماع دلوقتي، في حادثه خطيره حصلت ولازم اتابعها بنفسي. احنا تقريبا قلنا كل حاجه. خطتنا ماشيه زي ما هي. انا حاسس ان سعادتك هتنشغل في موضوع الحادثه وده هيأثر على ترتيبنا كله. ما احنا متفقين يا حاج ماهر ان شغلنا كظباط مباحث هو احسن غطا يحقق لنا السريه المطلوبه. خلونا على اتصال، لو في اي جديد بلغوني بيه. السلام عليكم. اسعاف! لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. الاسعاف! لا حول ولا قوه الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. احنا جمعنا اوصاف العربيه من الشهود القليلين اللي شافوا الحادثه، وان شاء الله هنكثف البحث فيها. انا مش فاهم الصحافه والاعلام شموا الخبر ده ازاي. تصور ان في برنامج اتصل بيا المعد بتاعه عايز يعمل معايا مداخله على الهوا بعد ساعه واحده. ما هو مفيش حاجه بتستخبى دلوقتي يا فندم. المشكله اللي بتواجهنا بقى ان الضحايا عددهم كبير. المشكله الاهم العربيه النقل اللي اختفت واحنا لازم نلاقيها. لو ما لقيناهاش الدنيا هتنقلب علينا واحنا مش ناقصين. لا يا فندم، ما هو انا اصل سايب الظباط بيعملوا كل جهدهم ان شاء الله يعني، وهنوصل. وانت يا دكتور نعمان، انا عايز من حضرتك اقصى رعايه ممكنه للمصابين. حط كل واحد في اوضه لوحده وزود الاشراف الطبي. مش بعيد تلاقي الصحافه والاعلام نطين عندك هنا. والله احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه، واللي عاوز يجي يتفضل. هقول له ان دي الامكانيات اللي الحكومه بتديها لنا وبنشتغل على كدها. تابع الحالات دي بنفسك يا عصام بيه، ولو قدرنا ننقذ حياتهم يبقى عملنا حاجه كويسه في الحكايه المهببه دي. ربنا يسهل يا فندم. انت تعبان؟ حاسس بحاجة؟ انت سامعني؟ لو سامعني ما قدرش تتحدث
هزني راسك بس. باين من خرجاتك انك افندي ابن ناس. كنتش بتشتغل في السياحة في لوكسور؟ ترد عليا، لو سمعني رد عليا. جرى الكيه يا حسني؟ لو انت هتفضلي لازقه جنب بسلامته طول الليل عاد ولا ايه؟ دكتور رشدي قال لي ما تهمليهوش واصل، يمكن يفوق في اي ساعه. يفوق كيف يا حسني؟ ده انا سامعاه عما يقول انه حالته حرجه وانه جايز يموت بين ساعه والتانيه. بعد الشر عليه، ده جدع في عز شبابه ولسه مش باعش من الدنيا. الدنيا دي غريبة بشكل. يا ترى انت واد مين في لوكسور؟ تعرف انا نفسي في ايه؟ اخد مركب كبيرة من اللي بيباتوا فيها ويوصل لحد مصر. انام واصحى القى تحتين النيل حوالينا ناس نضاف متلمعين، معايا راجل مقتدر يحبني ويخاف عليا، ياخدني من الهم اللي انا فيه، نبعد بعيد عن هنا. ولا ايه رايك نروح اسكندريه نقعد قدام البحر؟ اصلا انا عمري ما شفت البحر. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. العرباوي ما هوش بني ادم عادي كيف اللي بتشوفهم حواليك في الشارع. اهو غار بقى، غار من وشنا وهيقعد له شهرين 3. حلو قوي، هي دي بقى فرصتك يا عمنا تنفذ اللي في دماغك وهو بعيد عن العين. شوف ولا انا عايز اقول لك حاجه، هو ممكن يكون بعيد عن العين لكن مش بعيد عن القلب. قاعد ومعشش في قلبها، عشان كل شويه الاقيها قاعده سرحانه وعماله تفتكره، او عماله تجيب سيرته مع حرمي المسرور، او رايحه تزور حماه المستقبل. بس هانت. وانت بس لو ترسيني يا عمنا على داخلياتك، لو تفهمني انت متكتك ازاي عشان توصل لغرضك، ساعتها ممكن اقول لك الراي اللي يفيدك. انت عبيط هلا ولا ايه؟ تفيدني في ايه؟ انت دماغك دي على بعضها كده ما تجيش شعره من راس انا متكتك، بس كل حاجه في الوقت المناسب. كده برضك يا عمنا هتفضل كده مستقل بيا ومستصغرني في نظرك على طول. تزعلش يالا كده وتقير مني قوي وتاخد على خاطرك. بص يا مصباح، في حاجات ما ينفعش اتكلم فيها الا في الوقت المناسب. انا حتى ما كلمتش فيها اخويا مرزوق الكبير، بس يظهر بقى ان جه الوقت اللي اتكلم فيه. ما احنا بنقول كده من الصبح يا عمنا. انا بس نفسي اعرف ايه حكايته مع شوقي زهران وايه اللي كان بيدور بينهم بالظبط. هو عطا لسه ما اتصلش بيك من ساعتها؟ حاول اتصل بيه ما بيردش، اما اجرب تاني. الحالتين دول بدأوا يفوقوا، عشان كده سمحت لأهاليهم بالزيارة. طب ممكن اخد منهم كلمتين؟ أنا بقول بكرة الصبح يكون أفضل. طب يعني يا دكتور نعتبرهم كده نيجوا من الحادث ولا ايه؟ والله كل حاجة بتاعت ربنا، هي إصاباتهم عبارة عن كسور وردود، بس إن شاء الله هيقوموا منها. طب المصاب الثالث أخباره ايه؟ لا، المصاب الثالث ده حالته حرجة جدا. طب ممكن أشوفه؟ اتفضل اتفضل اتفضل. وده حالته ايه بالظبط؟ أخطر إصابة عنده خبطة في الجمجمة دخلته في غيبوبة. تفتكر هيعدي منها؟ ممكن وممكن الغيبوبة تطول معاه. عموما هيبان في ال 48 ساعة اللي جايين دول. طب يا دكتور خلال 48 ساعة دول هكون معاك على التليفون، لو لقيت حالته بتتدهور حاول تنقله مستشفى الأقصر. أنا فكرت في موضوع النقل ده، بس لقيته ممكن يأثر على الحالة. أنا بديله حقن قوية جدا، وعندي أمل في ربنا سبحانه وتعالى إنها تفوقه من الغيبوبة. بلغته أهله؟ ده الوحيد اللي ما لقيناش معاه أي حاجة تثبت شخصيته. في ناس بلغناها، في ناس جات من غير تبليغ، لكن ده ما لقيناش معاه أي حاجة تثبت شخصيته. طيب أنا عموما هكون معاك على التليفون،
اطمن على الحلقه اول باول، وهعدي عليك بكره اخد كلمتين. وائل حديث يا بدر؟ طبعا ما ينفعش نكوم البضاعه فوق بعضيها في المخازن. زين قوي يا بدير. يبقى الشهرين ثلاثة اللي جايين عايز اخلص من معظم البضاعة اللي عندينا، لأن الكميات اللي هتجينا ما شفناش كدها قبل سابق. طمن يا كبير، هتحرك انا ورجاله ومش ههمد، وهعمل اتفاقات مع كل الناس علشان نصرف اكبر كميه من البضاعه ان شاء الله. محدش فينا يا بدير هيهمد في الأيام اللي جاية، ربنا يعديها على خير. عين العقل يا غالي، اهو كده التفكير اللي قدام. على قولك محدش ضامن اللي جاي فيه ايه، وكل ما نأمن نفسينا من غدر الزمان والأندال يكون أحسن. زيادة الخير خيرين يا ابو عمو، وانا جاهز بكل طلباتك. تسليم ميتة وكيف؟ في اسرع وقت، وعلشان خاطر عيونك هعمل لك اكراميه كبيره قوي يا شيخ مستجاب. في دي عاد ما صدقكش، ده انت ايدك ماسكه علينا قوي يا راجل. عليا بكل الايمان اللي اعمل لك احلى اكراميه. خير يا باهر؟ زي ما قلت لسعادتك، تحركاته بالليل رهيبه ومش مفهومه. والله يا ماهر بنون طريق الواحات وانا ماشي ورا احساسي. احساسي بيقول لي ان العيله دي فيها حاجه غريبه بتحصل. مفيش قدامنا غير اننا نمشي ورا الاحساس ده، يا نكدبه يا يطلع مظبوط. خلاص نراقبه الفتره عشان الحيره دي تخلص. انا برضو بقول كده. انت فايق؟ شايفني وسامع صوتي؟ انت مين؟ انا حسنى الممرضة. ازيك يا حسني؟ خير، انا زينة قوي. مش عايزة حاجة؟ حاجة؟ حاجتي؟ أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة نعملها طوالي. يعني انا لو طلبت حاجة تقدر تجيبها لي؟ أقدر. أيوة أنا أقدر، بس أنا مين هذا؟ تعرف أنا مين؟ انا هشرح لك كل حاجة، بس ما تتحددش كتير. الحمد لله ان ربنا نجاك من الحادثة. حادثة الميكروباص اللي كان جاي من الأقصر. جابوك هنا وانت يا عيني في دنيا تانية، في غيبوبة يعني. كيف مستشفى. طب عشان خاطر ما تتحددش كتير، ما تتحركش من مطرحك. انا هبلغ الدكتور وارجع لك طوال. خير يا حسني؟ لسه فايق حالا يا دكتور. كويس قوي، ناخد منك كلمتين. الحمد لله على السلامه. سامعني؟ انا مقدر عصام النياوي. سامعني؟ انا عاوزك تقول لي كل اللي انت فاكره عن الحادثه، ازاي حصلت ومواصفات العربيه النقل اللي عملت الحادثه. ايوه الحادثه. انت اسمك ايه؟ اسمي مش عارف. انا اسمي انا اللي هقول لك انت مين؟ مش فاكر حاجه خالص؟
احنا اصلا ملناش معاك اي اثبات شخصيه. طب انا عاوزك ترتاح كده وتفتكر كل حاجه عن الحادثه. جعان. هاتوا له اكل يا جماعه. صحن المهلبية بالقشطة. هاتوا له صحن مهلبيه بالقشطه، ده حالته صعبه قوي. بس انا عايز اعرف انت كده مستعجل ليه يا جعفر يا اخوي؟ ما تخلي كل حاجه تاخد وقتها يا اخوي. ونستنى ليه بس يا منتصر بيه؟ بعد موافقتك العطله ملهاش لزوم، الا اذا كنت ناوي تفكر من جديد ولا ايه؟